في الفيديوهات اللي فاتت عن يعني ايه قلة حب الذات، وحب الذات ده بيتولد ازاي عندنا، وايه الخطوات البسيطة اللي احنا نقدر نتبعها علشان نعلي حبنا لنفسنا. النهاردة عايزة اتكلم معاكم في ازاي تعرفي انك فعلا بتحبي نفسك، وايه علامات الشفاء الحقيقي عند الستات. خليني ابدأ بان اسألك، هل انت فعلا متشافية ولا بس قوية علشان ما عندكيش اختيارات تانية؟ هل انت فعلا اشتغلتي على نفسك ولا لسه في بداية المشوار؟ انا مش عايزة في الفيديو ده ان انا اقولك تعملي ايه، انا عايزاكي في الفيديو ده تشوفي نفسك. سريعا عايزة أفكرك إن الست اتربت إنها ترضى، تتحمل، تسكت، تشيل، وتعلمنا إن احنا نحب غيرنا قبل نفسنا ونستحمل أكتر ما نقدر، وبعدين نيجي نسأل نفسنا ليه مش حاسين بقيمتنا. فحب الذات مش أنانية، الشفاء مش ضعف، والقوة الحقيقية في إنك تبقي رحيمة مع نفسك. يلا بينا نمر على كام نقطة كده ونشوف لو هم اتحسنوا عندك ولا لسه. وأول حاجة هنبتدي بيها هي صوتك الداخلي. ازاي بتكلمي نفسك؟ هل صوتك لسه نسخة من أب مجتمع أو علاقة قديمة؟ لو صوتك الداخلي دايما بيقولك انتي قصرتي، انتي وحشة، انتي مش كفاية، ده مش صوتك، ده صوت وجع قديم. امتى تعرفي ان الصوت ده فيه تشافي؟ لما تسمحي لنفسك بالغلط وتقولي أنا هتعلم إيه من الموقف ده ومش هكرره تاني. تاني نقطة هي نقطة الحدود. ليه كلمة لأ بتكون صعبة عندنا؟ ليه بنشرح وبنبرر؟ ليه بنحس بالذنب طول الوقت؟ الست اللي فعلا بتحب نفسها ما بتدفعش تمن الراحة بالذنب، ما بتحسش بالذنب كل مرة بتقول لأ فيها ولا بتحط حدود مع حد فيها. الحدود دي ممكن تكون في شغل، ممكن تكون في عيلة، ممكن تكون في علاقة، ممكن تكون مع أصحاب، ولكن النقطة الأساسية هنا إن انتي مش بتحسي بالذنب لما بتقولي لأ أو بتعملي حدود بينك وبين أي حد تاني. النقطة الثالثة اللي معانا هي قيمتك اللي مش مبني على رأي أي حد غير نفسك. عايزاكي تسألي نفسك، لسه رأي الناس مسيطر عليكي؟ لسه بتخافي من ان الناس تزعل منك؟ انتي مش محتاجة تكوني حلوة في عين الكل، انتي محتاجة تكوني صادقة مع نفسك. انتي لما تقبلي نفسك زي ما انتي وتحطي أهداف انك تحسني حاجات فيها، هنا ابتدت رحلة حبك لذاتك. السكوت مش معناها طيبة، السكوت هنا أو الصمت هنا معناها مرحلة تعلم. فاسكتي وارجعي خطوة لورا وراجعي حساباتك وشوفي تقبلي نفسك ازاي زي ما هي، وايه اللي انت محتاجة تطوريه او تغيريه. رابع نقطة معانا هي الاعتناء بالنفس من غير عقاب. أيوة، يعني تاخدي بالك من نفسك من غير ما تحسي ان انت بتعاقبيها، سواء بقى في جسمك، في أكلك، في راحتك. إن الحقيقة جسمك ده مش عدوك، وانتي مش محتاجة تتعاقبي ولا حتى بتتغيري علشان تتحبي. انتي بتاخدي بالك من جسمك وشكلك ولبسك لأن ده جزء من احترامك لنفسك. ولما انتي بتحترمي نفسك وبتحترمي مظهرك وبتحترمي صحتك، معناها انك بتحبي نفسك. فالطريقة اللي بتاكلي بيها، الطريقة اللي بتاخدي بالك بيها من جسمك، سواء من رياضة أو حركة، العدد الساعات اللي انت بتديها لنفسك علشان ترتاحي فيها، نومك، صحيانك، جدولك اليومي الطبيعي، ده انت تستحقيه حتى وانت مش منتجة. النقطة الخامسة اللي معانا هنا هي السماح بالمشاعر. أيوة، تسمحي لنفسك إنك تحسي. ليه بتخجلي لما بتبقي زعلانة؟ ليه بتقولي لنفسك كبري دماغك، ما أنا مش مهم اللي أنا حاساه، ده أنا أكيد مكبرة الموضوع؟ ليه دايما بتبرري لنفسك أنت حاسة بإيه؟ ما تحترمي إحساسك وتتعاملي معاه وتغيريه من سلبي لإيجابي. المشاعر اللي احنا ما بنسمعهاش محدش هيجي من بره يسمعها لنا، ولو ما احترمناهاش بتتحول لوجع جوه جسمنا. ففجأة تلاقي ظهرك وجعك وبطنك فيها قولون عصبي ودماغك فيها مايجرين، وكلك على بعضك اتلخبطتي من ناحية جسمك واتلخبطتي كمان من ناحية مشاعرك. الغضب مش عيب،
الحزن مش ضعف، خلي عينك على إحساسك وتعاملي معاه. ولما بتحبي نفسك دي نقطة أساسية جدا، لأن حب الذات مش معناها أنك عمرك ما هتزعلي ولا عمرك ما هتغضبي، لأ، معناها أنك هتعرفي تحترمي مشاعرك وتتعاملي معاها بطريقة صحية. نيجي لنقطة رقم 6، وهي التريجرز القديمة، سواء بقى من مواقف، كلمات، نبرة صوت، أي حاجة بتفكرك كده بالذي مضى اللي كان بيوجع. هنا الشفاء مش انك ما تتوجعيش، الشفاء ان الوجع ما يتحكمش فيكي. مش كل ست بتحب نفسها مش موجوعة، هي بتحترم وجعها وبتتعامل معاه بحنية وحرص، وبتحمي نفسها انها تقع في نفس الوجع تاني. فده مش معناها ان انت بتتحولي الى آلة لانك بتحبي نفسك، ولا روبوت، ولا شخص ما عندوش احساس. بالعكس، انت بتحترمي الاحساس ده مهما كان، وبتتعاملي معاه برضو بطريقة صحية. رقم 7 هي المسؤولية من غير جلد الذات. أيوة، من غير جلد الذات. بدل ما انتي طول الوقت بتقولي أنا غلط، أنا غلطت، أنا هغلط، أصل أنا فاشلة، أصل أنا هفشل. الست المتشافية بتتحمل المسؤولية، وأولهم مسؤولية نفسها ومشاعرها وأفكارها وشكلها وجسمها ووزنها وصحتها وشغلها وبيتها. بتقف قوية وبتشيل مسؤولياتها وبتكملهم على أكمل وجه بدون شكوى، وفي نفس الوقت ما بتجيش على نفسها ولا بتتكسر لأن هي شايلة حمل كبير، لأنها بتعرف تعمل توازن كويس قوي ما بين وقتها لنفسها ووقتها لكل مسؤولياتها. بتعرف كويس قوي تكلم نفسها بأسلوب إيجابي محترم، فبالتالي ما بتحسش بالضغط النفسي لما مسؤولياتها بتبقى كتيرة. النقطة الثامنة معانا هي اختيار السلام. ليه يا حبيبتي بتنجذبي للتعب؟ ليه الهدوء بيخوفك؟ ليه قعدتك لوحدك بتحسي ان هي كأنك قاعدة مع غول؟ السلام مش ممل، السلام امان، وانتي تستحقي الامان. لما تتعلمي تبقي صاحبة نفسك، تحترميها وتحبيها، هتعرفي تقعدي معاها لوحدك، وهتعرفي تسليها كمان، وهي كمان هتسليكي، فهتبقى علاقة رايحة جاية. إنسانة محبوبة قاعدة مع إنسانة بتعرف تحبها. النقطة اللي بعد كده إنك تتجاهلي بقى الإحساس والصوت اللي عمال بيتنطط جوه دماغك ومخوفك من إن انتي تغيري أو تتغيري، علشان إحنا دايما بننجذب للحاجة اللي إحنا عارفينها، الحاجة اللي إحنا واخدين عليها. فلو انتي عمرك كله مقضياه قاعدة في علاقة مش حلوة مع نفسك ومش حباها، هو ده اللي انتي تعرفيه. لما تيجي تطلعي من البؤرة دي، بؤرة عدم الحب، وتبتدي تطبطبي على نفسك وتحبيها، هتحسي بقلق وخوف. هنا بقى لازم تقفي مع نفسك وقفة علشان تفكري نفسك ان الخوف من التغيير، الخوف مش من انك تحبي نفسك، وان ده شيء طبيعي جدا، وكلنا بنمر بمرحلة انزعاج لما بنتغير، لما بنطلع من بره الكومفورت زون بتاعنا وندخل مرحلة جديدة. اللي أنا عايزة أسيبك بيه إن أنا مش عايزاكي تمثلي ولا تبرري. لما تيجي تحبي نفسك أنت مش محتاجة تثبتي ولا تبرري ولا تتأسفي على وجودك أصلا. أنت محتاجة تاخدي وقت تحترمي فيه نفسك وتقدريها وتبتدي تطبطبي عليها وتحبيها. الأهم من ده كله إنك تفتكري إن الشفاء مش بيجي في لحظة ولا بيجي في يوم ولا مجرد قرار حاسم هتقومي الصبح هتروحي الجيم وهتخسي لا 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 لا، ده مشوار، دي مرحلة، ومرحلة بتخلص، لأن الشفاء فعلا رحلة، وحب الذات اختيار بتعمليه كل يوم. كل يوم بتصحي بتقرري ان انتي هتعزي نفسك، هتحترمي نفسك وهتحبيها. انتي مش محتاجة تبقي كاملة، انتي محتاجة تبقي بس رحيمة
مع نفسك. وعلشان انا عايزه اقول لك واقول لكم كلكم كل سنه وانتم طيبين، ان شاء الله تبقى سنه سعيده عليكم، عملت لكم اي بوك مجاني تقدري تاخديه اول ما تبعتي لي رساله على اي منصه من المنصات بتاعتي. هتلاقي في الوصف عنوان كل المنصات، الاي بوك اللي فيه كل الخطوات العملية اللي تقدري تطبقيها في السنة الجديدة عشان تبتدي مشوار حبك لنفسك.